السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ممكن أسرة كاملة تتدمر بسبب شهادة الزور، وممكن بريء يترمي في السجن برضه بسبب شهادة الزور، وممكن مجرم يفلت من العقاب عشان شهادة الزور. عشان كده ما تجاملش صاحبك ولا تجامل قريبك ولا تجامل زميل ليك وتروح تشهد معاه على واقعة انت مش عارفها او ما شفتهاش او ما تعرفش حتى اطراف النزاع فيها. وعشان نعرف عقوبة شاهد الزور تابع معايا حضرتك الفيديو للآخر وانت تعرف ايه هي العقوبة. شهادة الزور باختصار هي تغيير للحقيقة او انك تقول حاجة غير الحقيقة. قانون العقوبات المصري في المادة 294 منه قال لنا لشاهد الزور ديت عقوبة بس بتختلف بنوع القضية.